ما يزال الجدل محتدما بين الصحفيين والحكومة الصومالية إثر تصديقها على قانون للصحافة أثارت بعض بنوده مخاوف الإعلاميين، خاصة مواده المتعلقة بإلزام الصحفيين بذكر مصادرهم الخبرية وحظر نشر أخبار تمس الأمن القومي، وحق وزارة الإعلام في سحب تراخيص العمل من الصحفيين العاملين مع المؤسسات الإعلامية الدولية بمجرد اتهامهم بنشر أنباء كاذبة. الحكومة وعدت للصحفيين تعديل بعض المواد التي تثير الجدل، ولكنها صادقت المسودة بدون اعتبار التحفظات. بيد أن الحكومة الصومالية تؤكد أن القانون يأتي في إطار الجهود التي تبذلها لإعادة النظام إلى البلاد. وافق الوزراء على هذه المسودة بعد أن ناقشوها بشرط إمكانية تعديلها عند الحاجة. نحن في أمس الحاجة لقانون، لأنه لا يمكن استباحة الأعراض والمقدسات الدينية وكرامة الوطن والأمن القومي باسم حرية الصحافة. ويخشى مراقبون من أن تصبح بنود هذه المسودة في حال التصديق عليها ذريعة لتضييق الخناق على الإعلاميين، غير أن النواب البرلمان الذين ستكون لهم كلمة الفصل يتعهدون بإنصاف الإعلاميين. البرلمان الصومالي ليس راض عما تتعرض له الصحافة من مضايقات وكبت، ومسودة قانون الصحافة لم تعرض بعد على البرلمان، وعندما تصل إلينا سترون كيف سيكون ردنا. البرلمان يمثل الجميع ويتعاطف مع معاناة مختلف الشرائح. وفي انتظار ما سيقرره البرلمان تبقى الساحة الإعلامية والسياسية في الصومال في حالة من الترقب والجدل. الجدل بشأن قانون الصحافة يأتي في وقت ارتفعت فيه وتيرة الاغتيالات للصحفيين الذين يطالبون الحكومة بتوفير الحماية اللازمة لهم قبل الحديث عن قانون قد يثير شتى المخاوف وقد لا يأمن الصحفيون بوائقه. عمر محمود، الجزيرة، مقدشو.